ريال مدريد بيفوز على اشبيليه 1-0 بصعوبه، بس ريال هو اللي صعبها على نفسه ويوصل للنقطه ال 65 عشان يخلي الفرق ما بينه وبين اقرب منافسيه اللي هو برشلونه فرق 8 نقط، وبيقرب اكتر واكتر ان هو ياخد الليجا. ريال مدريد حاول الشوط الاول والشوط الثاني الاول كله تقريبا ريال مدريد، او الماتش كله عموما مش الشوط الاول بس، ريال مدريد وان سايد جيم حرفيا من ريال مدريد بس. غير طبعا كام فرصه بس من اشبيليه صدهم لونان، او كام فرصه بتكملش بس ده من اشبيليه. الباقي كله ريال مدريد. الشوط الاول مثلا كله بلغه الكوره راكب الشوط كله، راكبه حرفيا، ماسك كوره يمين وشمال، بيهاجم من اليمين وبيهاجم من الشمال. ريال مدريد بيهاجم من اليمين من ناحيه ابراهيم دياز، وبيهاجم بالشمال من ناحيه فينيسيوس، وبيهاجم من النص من ناحيه رودريجو، وبيهاجم بالشوط من ناحيه فالفيردي، وبيهاجم بالشوط من ناحيه تشاوميني مرات. فكله من كل حته ريال مدريد بيهاجم. فناحيه بقى لما يجي مثلا ريال مدريد يجي يهاجم بقى، تلاقي مثلا اشبيليه مثلا، ريال مدريد مثلا بيهاجم من ناحيه الشمال من ناحيه فينيسيوس، تلاقي اشبيليه كلهم كل الملعب كله بتاع اشبيليه في الحاله الدفاعيه يروحوا رايحين ناحيه فينيسيوس كلهم، فيجي يحول اللعب بتبقى الدنيا فاضيه. وهكذا برده من ناحيه ابراهيم دياز مثلا يجي يهاجم، او مثلا معاه الكوره او الكوره مثلا ناحيه اليمين بتاعت ريال مدريد، تلاقي لعيبه اشبيليه كلهم بنص ملعبهم والدفاع كلهم، وابراهيم ونصيري كمان بيقرب، يوسف نصيري كمان بيقرب من ورا، فيبقى كل اللعيبه كلها رايحه ناحيه ابراهيم دياز، كلهم بيقفلوا الملعب على اللي معاه الكوره، كلهم بيروحوا ناحيه اللي معاه الكوره وناحيه الكوره، كلهم تقريبا في الحاله الدفاعيه. فاي كوره من ريال مدريد يقدر يلعبها بسرعه من قلوب الدفاع او من نص الملعب، كانت كره توني كروس مثلا وفينيسيوس، لو اتلعبت بسرعه، او مثلا الكوره ناحيه فينيسيوس واتقلبت الناحيه الثانيه بسرعه، اشبيليه كلها بتتضرب حرفيا. حاجه تانية بقى، ده ريال مدريد بقى في الناحيه الهجوميه. ريال مدريد في الناحيه الدفاعيه الشوط الاول كله كان حالتين، يا اما يهجم كمجموعه كلهم يهجم مجموعه، فلعيبه اشبيليه تروح باص 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 باص، تروح طالعه بالكوره تضرب اللعيبه بتاعت ريال كلها، يبقى مثلا في زياده كمان من لعيبه اشبيليه على لعيبه ريال مدريد والدفاع بتاع ريال مدريد. يا اما لعيبه ريال مدريد تروح ضغطه من ناحيه ومن ناحيه، لعيبه ولعيبه لا، لعيبه تكسل تضغط ولعيبه لا ما تضغطش، ولعيبه هكذا، لعيبه تروح برضو مضروبين برضو وبرضو بالزياده عدديه ليهم. ريال مدريد دفاعيا في الشوط الاول كان في مساحات كتير جدا لاشبيليه كان تقدر تستغلها اشبيليه، بس اشبيليه ما قدرش تستغلها الحمد لله. الشوط الاول حرفيا، والشوط الاول باين لك حاجه جامده جدا، او الماتش كله باين لك حاجه جامده جدا، بس الشوط الثاني قلت كتير عن الشوط الاول. بس الشوط الاول كانت اكتر ان فينيسيوس حرفيا يقدر يمرقص اي حد، فينيسيوس اي حد قصاده يقدر يمرقصه، ممكن يمرقصك وانت قاعد تتفرج على الماتش حرفيا. فينيسيوس يقدر يمرقص الهوا، ممكن يمرقص اي حد في سنتي الا ربع حرفيا. في الكوره اللي عمل 7 لبس خابوره وراح لا بيمرقص في فهمته ثانيه، يعني بيمرقص في سنتي الا نص حرفيا. يعني حرفيا هو ممكن يجي مرقصك وانت بتتفرج ويروح راجع تاني عادي، ما عندوش مانع. لعيب سرعه ولعيب مهاري بطريقه مش طبيعيه. وبينيت حاجه كمان الشوط الاول اكتر، وبين حاجه كمان ابراهيم برضو هكذا، هو لعيب قصير بس حير حرفيا، يقدر يمرقص اي حد، بيمرقص بسهوله بسلاسه بطريقه مش طبيعيه، وطريقته في المرقصه بتشبه ميسي بطريقه غبيه. ابراهيم دياز بيشبه ميسي في المرقصه، يعني اكتر من ميسي نفسه حرفيا. لا بيشبه ميسي بطريقه غبيه، بيشبه ميسي في اللمه، وبيشبه ميسي في الجريه، وبيشبه ميسي في المرقصه، وبيشبه ميسي في الحركه بتاعت ايديه في الاعتراض، بيشبه ميسي في كل حاجه، حتى في الاعتراض والكلام تقريبا بيشبه ميسي بطريقه مش طبيعيه، واشول زي ميسي. لا هو كمان يقدر يمرقص اي حد. ورودريجو برضو لعيب بطريقه مش طبيعيه. وبين لك ان فالفيردي كقوه في الشوط الباور بتاعه 199 مش 99 288 حرفيا، الباور بتاعه مش طبيعي. ده الشوط الاول. والشوط الثاني برضو فضلت على نفس المنوال، والواحد كان متاكد وفضلت اقول ان كده ان الشوط او الجون لما هيجي من ناحيه ريال مدريد هيجي اكيد من شوطه من بره، لازم. احنا بنحاول كتير، واللعيبه بتاعت اشبيليه الشوط الثاني تكتلت اكتر واكتر، وبقت بتعتمد الهجمه المرتده، فتكتل اكتر ما بيحلوش غير شوط من بره. وده اللي عمله مودريتش، ان الكره ما فيهاش تسلل كده، وده اللي عمله مودريتش في الجون، هو الاستلامه بتاعت مودريتش والعدله بتاعت مودريتش مره واحده بمرقصه اللاعب، هي دي الجون. ان اول ما نزلت استلم، وفي نفس الوقت مرقص، وفي نفس الوقت خد بوزيشن ان هو يشوط، في نفس الوقت قدر يعدل جسمه وياخد وضعيه 4-5 حاجات في نفس الوقت. ده هو مودريتش، استلم وعدل وشاط وخد وضعيه ومرقص اللاعب اللي قصاده، وعمل كذا حاجه في حركه واحده راح عمل ده كله.
فده هل ده مودريتش؟ ده مودريتش العادي، كرة نازلة عارف هيعمل ايه وعمل ايه وهيشوط ازاي وهيعمل ايه، ومقرر كرة حاجة في دماغه وعامل سيناريو وفعلا عمل. اول ما نزلت استلم، وفي نفس الوقت استلامة بلمة بعدل الجسم بشوطة، استلامة خرافية. ده اللاعب حرفيا، ده الفريد من نوعه، هو ده مودريتش. فالكرة كانت لازم تيجي من شوطه وجاية في وقت وحش الحمد لله. حاجة كمان بقى ان لعيبة جمهور قصدي برنابيو بيصفر على راموس، ودي حاجة غريبة، دي حاجة عبيطة ودي حاجة هبلة. اسطورة من اساطير 14 سنة في ريال مدريد، اسطورة من اساطير ريال مدريد، قائد الاصيل والقائد الافضل لريال مدريد في تاريخها، ورئيس النادي المدريد القادم ان شاء الله. فلا ينفعش نتصفر على واحد زي ده. هو كان مشخصنها سيكا وكان قافل الدنيا سيكا، بس ما ينفعش تقفل على واحد زي ده، وما ينفعش قصدي تصفر على واحد زي ده. فريال مدريد الحمد لله بيفوز، ريال مدريد اخيرا يعني العقده بتاعت اشبيليه فوزناهم، هم مأخريننا الدور الاول، ما فيش عقده ولا حاجه قصدي، بس هم مأخريننا الدور الاول، وتعادلنا معاهم 1-1 هناك في اشبيليه، فكان لازم نفوزهم هنا وفوزناهم بحرق الدم، فوزناهم 1-0. فريال مدريد بيكمل في سلسله انتصارات، وبعد تعادل مخيب الجوله اللي فاتت بس فوزنا على اشبيليه بجون جامد، وريال مدريد كل لعيبته عملت اللي عليها واكتر. وباشا بيكون خلاص الفيديو بتاعنا النهارده، ما تنساش لو ما عملتش سبسكرايب انزل اعمل سبسكرايب وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. سلام.